بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. شباب أولى ابتدائي الجمال. المرة اللي فاتت خدنا الدرس الأولاني إن الرب يسوع بيحب الأطفال. المرة دي بقى هناخد طفل في الكتاب المقدس اسمه صموئيل. صموئيل معنى اسمه الله يسمع، وباباه اسمه القانا، ومامته اسمها ايه؟ اسمها حنة. وهو صغير صموئيل باباه ومامته جابوه الهيكل وودوه الهيكل عند واحد اسمه عالي الكاهن. وبعد ما ودوه قال له اسمك ايه يا حبيبي؟ قال له اسمي صموئيل. بتحب اسمك؟ قال له اه بحب اسمي قوي قوي قوي، وبابا وماما بينادوني يا صموئيل. قعد في الهيكل، وهو قاعد في الهيكل سمع صوت بيقول له صموئيل صموئيل. صموئيل افتكر ان عالي الكاهن بيناديه، راح له قال له انت كنت عايزني؟ قال له لا يا حبيبي انا ما نسيتكش، روح نام تاني. وبعد ما كده راح نام تاني، قال له سمع صوت بالسما بيقول صموئيل صموئيل. بعد كده راح صموئيل لعلي الكاهن قال له انت ناديتني؟ قال له لا يا حبيبي ما ناديتكش. بعد كده رجع تاني نام، وهو بينام سمع صوت بيقول له ايه؟ صموئيل صموئيل. راح له قال له انت ناديتني؟ انا عمال اسمع اسمي، انت اكيد بتناديني. قال له بص يا حبيبي، انت بابا يسوع عارف اسمك كويس، فممكن لما تسمع الصوت ده تاني تقول له كلمة بسيطة، تقول له ايه؟ تكلم يا رب فإن عبدك سامع. هنقول له ايه؟ تكلم يا رب فإن عبدك سامع. فعلا صموئيل سمع الكلام وراح ورجع ونام. أول ما سمع الصوت ده لرابع مرة راح قال إيه صموئيل؟ قال له تكلم يا رب فإن عبدك سامع. قال له إيه؟ تكلم يا رب لأن عبدك سامع. لأن ربنا عارف اسم صموئيل، بابا يسوع عارف اسم صموئيل. وإحنا كمان يا صحابي، احنا كمان يا حبايبي لما نبقى بنصلي دايما نقول كده تكلم يا رب لان عبدك سامع. طب انا هسأل سؤال، احنا بنسمع صوت ربنا ازاي؟ ايوه حد قال كده. بنسمع صوت بابا يسوع من خلال الكتاب المقدس. لما بفتح الكتاب المقدس بقول له يا رب تكلم يا رب لأن عبدك سامع، فبابا يسوع يكلمني زي ما بابا يسوع كلمني المرة اللي فاتت وقال لي ايه؟ ان هو بيحبني لما قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فعايزين نتعلم ان احنا بابا يسوع بيحبني، عارفني باسمي وبيسمعني في اي وقت. ونحفظ الآية بتاعت النهاردة اللي بتقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع. صموئيل الأولى 3:10. تكلم يا رب لأن عبدك سامع. صموئيل الأولى 3:10. طيب أنا عايز أعرف حاجة، إيه اللي خلى صموئيل يبقى يعرف يسمع صوت ربنا؟ لأن صموئيل يا حبايبي كان أمين قوي في علاقته مع ربنا. لأن هو كان ممكن يسمع الصوت ويقول إيه؟ أنا نعسان، أنا هنام، أنا نعسان، أنا مش هرد على حد، أنا نعسان، أنا مش هقوم. زي ما ساعات كتير ماما بتنادينا وإحنا بنبقى مش قادرين نقوم ونقول لها يا ماما أنا مش قادر، أنا مش هقوم، أنا مش هروح، أنا مش هاجي. لكن صموئيل كان أمين في علاقته مع ربنا. لما سمع الصوت قال له تكلم يا رب فإن عبدك سامع. كل مرة لازم تبقى أمين وتسمع كلام ماما وتسمع كلام بابا وتسمع كلام ربنا وتقول تكلم يا رب فإن عبدك سامع. طب بابا يسوع عايزني ايه؟ عايزني ابقى فرحان، عايزني ابقى مبسوط، وعايزني اسمع كلامه علشان ابقى انسان كويس. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرحكم. عايزكم تذاكروا كويس علشان الامتحانات بتقرب. اوعى تكسل، وصلي وذاكر وقول دايما تكلم يا رب فإن عبدك سامع. صموئيل الأولى 3:10. والمجد لله دائما أبدين آمين.